السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم مع بعض عن امراض الدواجن، وازاي اعرف من شكل ولون الحمام او الزرع بتاع الطيور مرضه ايه واسبابه وعلاجه، سواء كان بالاعشاب او بالعلاج البشري او البيطري، عشان ما يختلطش علينا الامور ونعرف نتعامل معاهم ازاي من الاخر. اول حاجة طبعا بقى هنتكلم عليها او هنتكلم فيها النهاردة، هنتكلم عن الحمام الاحمر او الابيض الجيري. يعني لما الاقي الحمام بتاع الطيور لونه احمر مدمم، يعني او كأن في دم او في فعلا دم، يعني بلاقي في الحمام نفسه دم، او لونه ابيض زي الجير بس ماسك مش سايب، لان السايب ده بيبقى ليه مرض تاني هنتكلم عليه فيما بعد. يبقى الفرخ ده عنده ايه؟ المرض اللي عنده ده كوكسيديا، بنسميه كوكسيديا. كوكسيديا يعني ايه؟ كوكسيديا ايه سببه؟ ايه علاجه؟ هنقول ان الكوكسيديا دي هو ميكروب او طفيل بيعيش في الامعاء في مصارين الفرخ وبيسبب الدم، واسمه العلمي الاميرية. ملناش دعوه بالكلام ده، خلينا في اللي احنا نفهمه وبلاش اسمه العلمي وبلاش اسمه كده. هنقول ايه سبب الكوكسيديا دي؟ ده بيكون من عدم نظافه المكان او السقايات او العلافات او المكان نفسه، الفرشه اللي هو المكان اللي طير فيه مبلل. ماشي، طيب ايه علاجه بقى؟ احنا قلنا ان سببه عدم النظافه، يبقى طبعا علاجه عكس كده. علاجه طبعا لازم يكون المكان نظيف. طهر المكان نفسه اللي انا هحط فيه الفراخ بتاعتي، سواء بط فراخ اي حاجة اي نوع من الانواع اللي انا هربيه، اطهر المكان اللي انا هحط فيه، واطهر السقايات اللي انا هستعملها والعلافات بالكلور او الديتول، وارش المكان بالجير. يعني قبل ما اجيب الحاجة لازم اكون مطهرة المكان بالديتول والكلور، اي حاجة من بتاعة التعقيم او المطهرات، وبعد كده ارشها بالجير وافرش المكان نشارة جديدة. او لا اما بكون بس حاطة الطيور بتاعتي دي او الفراخ بتاعتي في مكان فيه فرشة معزولة. فرشة معزولة يعني ايه؟ زي ايه؟ زي البطاريات. في ناس ما بتربيش في اوض، تربي في بطاريات او في شبك، بتجيب على طول بطارية بتربي فيها الحاجة وهي صغيرة ويكبروا في الأوضة كده أو شبك. تاني حاجة بعمل ايه بقى؟ بعد ما انا فرشت وعقمت وطهرت وكل ده، بعمل لهم عشان اعالجهم. اعمل ايه؟ اغلي شاي بليمون بحبايه انتوسيد. انا عندي طبعا كلنا متوفر عندنا الشاي بالليمون، وطبعا معروف ان لما يكون حد عنده مثلا الاسهال او دور اسهال او تعنيه بالنسبه للبني ادمين، بنقول اعملوا شاي بليمون مع حبايه انتوسيد. احنا هنتعامل مع الفراخ بتاعتنا زي ما بنتعامل مع البشر، او كعيل صغير كانسان كبني ادم هنعمل معاه زي كده. هنغلي شاي بليمون بحبايه اندوسيد، بيجيبها من اي صيدليه. الأندوسيد دون بيبقى للاسهال، وبستخدمها لمده 3 ايام. 3 ايام، وبعدين بعد ال3 ايام بغير وبحط لهم ميه بيضه ما فيهاش اي حاجه ولا فيها اي اعشاب ولا فيها اي حاجه لمده يومين كمان، وارجع اكرر تاني العمليه اللي انا عملتها دي لحد ما الفرخ الاقيه الحمد لله بقى معايا كويس، واشوف طبعا الحمام بتاعه بقى شكله ايه واتابعه. وبعد كده بحط في العلافه كمان على الكيلو العلف باخد عليه مثلا 5 جرام شيح. الشيح احسن حاجة عشان تنظف الامعاء وتنظف الميكروب اللي في البطن. باخد 5 جرام من الشيح. يعني ايه 5 جرام؟ يعني باخد شوية بايدي كده، كبشة بايدي، وبرشها على العلف واقلبها حلو واحطها قدامهم وهم ياكلوها عادي حلو. يبقى العلف في قلبه شيح بدل ما اغليه في المية، والمية ببقى فيها الشاي بليمون بالانتوسيد، وبستخدمه برضو لمدة 3 ايام. وما بكترش في الشيح، يعني ما بستعملش الشيح اكتر من 3 ايام، لانه كتره برضو بيسبب لهم الاسهال. واتابع برضو الحمام بتاعهم عمل ايه وايه النتيجة. وده بيكون افضل حاجة للكوكسيديا او لعلاج الكوكسيديا. طبعا انا بفضل ان احنا نستعمل الاعشاب احسن حاجة، او اعالج الفراخ بتاعتي بالاعشاب، ما استعملش معاه اي ادوية. فانا بستعمل الشاي بليمون او الشيح او الحاجات دي. طب انا
لا قدر الله مثلا الموضوع معايا ما ظبطش او حاجه، او انا عندي كميه طيور كتيره، او الحاله ساءت فيهم، انا خلاص بتعامل معاهم بعد ما العمليه ساءت معاهم قوي، يعني بقى الموضوع متطور او المرض زاد معاهم، ممكن استخدم معاهم علاج بيطري. اسمه ايه العلاج البيطري اللي انا اديهوله ده؟ ايه اسمه؟ كوكسي كيور، كوكسي كيور او امبرول. ده اللي هو بيبقى علاج للكوكسيديا. بس طبعا في الاول والاخر انا بقول برضو ان احسن حاجة اتعامل بيها بالاعشاب، ومشيت بالاعشاب باذن الله من اول ما ابدأ ما اجيب الفراخ بتاعتي، انا مش هحتاج لادوية ولا اي حاجة. وبكده انا كده اتكلمت عن اول مرض من امراض الدواجن اللي بعرفها عن طريق الحمام بتاع الفراخ، وهو الكوكسيديا. كده انتهى الفيديو. ان عجبكم الفيديو لايك للفيديو، اشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وانتظروني في فيديو جديد عن مرض من امراض الدواجن. وشكرا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.